بعد 12 يوما يوم تلو الآخر من فعاليات ثقافة وفنون، يأتي ختام مهرجان الجولان الثالث بإبداع وطرب، حسرة وأمل. وعلى رنات آلات الجولانيين علوا مجموعة غنوا معنا وقدموا أغاني مختلفة، منها ملتزمة ومنها طربة. من خلال المهرجان الثقافي اللي كان في الجولان، طبعا كان هو فرصة لعدد، وبقدر احكي بفخر مش قليل، من الناس اللي بيشتغلوا بهذا المجال انهم يتواصلوا مع اهلنا في الداخل في فلسطين. وبقدر احكي بكل فخر انه ما قدم من مسرحيات او اعمال فنيه او اعمال مسرحيه كمان بما فيها الغناء على خشبه هذا المسرح قد تكون متميزه، وخاصه ما انتج في الجولان، مش لانه احنا ابناء الجولان، لانه بشهاده عدد كبير من الناس اللي هن مختصين بهذا المجال. سمعنا كثير من الإطراء وكثير من الفخر بما أنجزنا. فرقة غنوا معنا مكونة من عازفين وفنانين جولانيين حضنتهم جمعية الجولان للتنمية، وباتوا فخرا للجولان وأهله بإبداعاتهم وحرفيتهم الموسيقية والفنية. ومع القليل من التمرينات انضمت إلى الفرقة الفنانة الفلسطينية الملتزمة ريم بنا، التي لا تكل عن نضالها وتضامنها الدائم للجولان. غنت، أبدعت واسترسلت، وكعادتها رفعت أغنية أمس المساء إلى كل مظلوم ومقموع، أسير وشهيد، وكل نازح من أرض الوطن. أمس المساء يا غريب، واتقفلت الابواب، صار الغريب يلتجي من باب لباب. مشاركتي مهمة أكيد بهاي الفترة، يعني كوني بالأحداث بسوريا وهيك، يعني يمكن لأنه أنا عندي يعني موقف واضح، موقف إنساني، يعني قبل ما يكون مش سياسي ولا بس موقف إنساني. فأكيد يعني أنا جاي وفقرتي يعني أنا الغنائية رح أرفعها للشعب السوري، يعني ولروح الشهداء السوريين تضامنا معهم. ختمت ريم بنا المهرجان بأغنية على أرضك يا جولان، التي كتبتها قبل عدة سنوات لتخص الجولان في إحدى زواياها الخاصة.